حول من يكون خليفة مجتبى. وخليفة مجتبى هل سيكون آمن بعد اغتيال الأب، أو ممكن يغتال الابن؟ صح، ممكن يحدث تصدع داخلي داخل النظام، ربما فوضى مؤقتة، كل هذا سيحدث. سيناريو آخر وهو أن يظهر قيادي جديد أقل تشدد، يعني يكون شخصية براغماتية، يعني يميل للتسويات، يعلم أن رقبته وحياته على المحك، يعرف حجمه الحقيقي. هذا قد يفتح الباب أمام مفاوضات جديدة مع واشنطن وإسرائيل. مفهوم؟ كما قلنا السيناريو الأول يتم اغتيال الرجل الابن مجتبى هذا الجديد إذا تحدى وإذا جابها وإذا لم ينصاع، لكن لو انصاع فهي مسألة أخرى. سيحدث تصدع داخلي، فوضى داخلية، إلى غاية أن يجدوا رجلا آخر يقودهم، وربما سيختارون شخصا كما قلنا شخص براغماتي، يعني رجل عقلاني يعرف أن رأسه في رأس الأسد، أن رأسه في رأس الولايات المتحدة الأمريكية، في فم يعرف أن رأسه في فم الأسد، أن رأسه في فم دونالد ترامب. فممكن نرى مفاوضات جديدة بين واشنطن وإسرائيل وإيران. مفهوم؟ السيناريو الثالث إذا تم اغتيال هذا الرجل مجتبى خامنئي، ممكن جناح متطرف داخل إيران يرد بقوة وبشكل سريع وبشكل عنيف. مفهوم؟ وهذا قد يوسع الصراع خارج إيران، المنطقة ستشتعل، ممكن سيتم استهداف القواعد الأمريكية في المنطقة. أرجع لكم الصورة، خلوني هذه فقط أرجع لكم الصورة. هنا إيران يقابلها دول الخليج العربي، الكويت، السعودية، البحرين، قطر، الإمارات، وسلطنة عمان. كل هذه الدول فيها قواعد أمريكية. مفهوم؟ أي ضربات هنا، أي ضربات تشنها إسرائيل من هنا إلى إيران، الضرب سيكون أين؟ سيكون مقابل هذه الدول. وانظروا إلى المسافة القريبة جدا بين إيران، يعني هما متقابلان. مفهوم؟ نرجع، متقابلان. خلاص، لذلك كل هذه الاحتمالات التي ذكرناها تعتمد على ماذا؟ على النظام الإيراني. الآن الكرة في ملعب أو عند النظام الإيراني. مفهوم؟ الحرس الثوري من جهة، رجال الدين من جهة، شبكاتها الإقليمية من جهة، يعني إيران عندها ميليشيات وحلفاء، صح؟ لذلك ممكن أي اغتيال لهذا الرجل لمجتبى خامنئي هي ممكن ستكون لحظة حرجة للغاية. لمن؟ للنظام الإيراني، لأنه سيكون مضطر أن يرد، صح؟ يسألني أحدكم
أين الشعب الإيراني؟ صح، لا أحد يتكلم عن هذا الشعب. الشعوب دائما منسية على كل حال. مفهوم؟ أكثر إيران شعبها أكثر من 85 مليون. أين هم؟ ما رأيهم؟ هل يقبلون بتعيين ابن الخامنئي؟ هل يقبلون بالتوريث؟ هذا النظام الذي حكمهم لأكثر كما قلنا حوالي 50 سنة كان ضد التوريث وأنه ضد الملكيات. الآن صارت ملكية، صارت وراثية. صح؟ يعني وكأننا لم نعمل شيء. الثورة الإيرانية وحكموا شرعية النظام الأمريكي لحكم الشعب الإيراني، لحكم 85 مليون إنسان، أننا أصلا ضد الملكيات، ضد التوريث. لكن ما الذي حدث؟ توريث. رجل يحكم 36 عام ثم يأتي من؟ ابنه. مفهوم؟ السؤال الحقيقي الذي كنت أنتظره منك عزيزي المشاهد ليس هل الشعب الإيراني يقبل بمجتبى، لا، بل هل الحرس الثوري يقبل أم لا. إذا قبلت هذه المؤسسة تعيين خامنئي، تعيينك أنت عزيزي المشاهد، خلاص. مفهوم؟ الشعب يا حبيبي في إيران مثل كافة شعوب المنطقة. الشعب الإيراني الحرس الثوري يقول أنه يقرر أنه يختار مجتبى مرشد أو أنت كمرشد. المواطن يذهب إلى صناديق الانتخاب، نعم، يذهب ليقترع، نعم، ثم يعود إلى بيته ليشرب الشاي ويقرأ الصحف ليتأكد من النتيجة نفسها التي اختارها الحرس الثوري فقط. مفهوم؟ الآن لنفكر في الطرف الآخر. إدارة دونالد ترامب كيف ترى إلى هذا التطور؟ كيف ترى هذا التطور؟ إدارة دونالد ترامب في عهدته الأولى، ولايته الأولى، كانت السياسة الأمريكية اتجاه إيران تقوم على مبدأ الضغط الأقصى. لكن بعد الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني سنة 2015 الفكرة كانت أننا ننهك الاقتصاد الإيراني لنجبر إيران على تغيير سلوكها ونجبرها على التنازل عن برنامجها النووي. كانت هذه المنهجية طوال هذه السنوات السابقة، لكن اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي فتح معادلات مختلفة. تاريخيا، ركز، تاريخيا الولايات المتحدة الأمريكية لا تفضل الفوضى في الدول الكبيرة ذات البنية العسكرية القوية. هي جربت العراق. أي انهيار لدولة بحجم إيران التي كما قلنا يبلغ عدد سكانها أكثر من 85 مليون، والتي تمتلك ميليشيات إقليمية في اليمن، في لبنان، سوريا، العراق، قد يفتح سيناريوهات لا يمكن السيطرة عليها. كيف؟ إيران
لا تعتمد على جيشها فقط، لا، إيران لديها ميليشيات وشبكات قوى مسلحة خارج حدودها، وتعرف بمحور المقاومة. هذه الميليشيات تضم تنظيمات مسلحة مثل حزب الله في لبنان، مثل ميليشيات شيعية متعددة في العراق، حركة أنصار الله في اليمن، الفصائل المسلحة في سوريا، وهي من تدعم حماس في غزة، والفصائل المقاومة صراحة في غزة. هذه القوى مرتبطة بإيران سياسيا، عسكريا، وماليا، ودينيا. بعض هذه الفصائل يمتلك منظومة صواريخ، يمتلك طائرات مسيرة، هي جيوش مصغرة يعني. لذلك إذا حدث اضطراب كبير داخل إيران ممكن تتحرك هذه القوى، ممكن ستنتقم وستفتح جبهات في وقت واحد. هذا يحدث صراعات يصعب السيطرة عليها، لأنها صراعات متزامنة في نفس الوقت. لذلك لو لاحظت بداية هذا السيناريو، إسرائيل وحكومة بنيامين نتنياهو قبل الهجوم على إيران بدأت في قص أظافرها وأذرعها وميليشياتها في المنطقة، تفجيرات البيجرز، اغتيالات قادة حزب الله، اغتيالات قادة لحماس، صح؟ اغتيالات قادة في إيران، إخراجها من سوريا. فهمت؟ بالنسبة لبنيامين نتنياهو، إيران تمثل التهديد الاستراتيجي الأول منذ سنوات طويلة. أصلا بنيامين نتنياهو خلال 40 سنة في تاريخه السياسي بنى شرعيته وبنى بقاءه على ماذا؟ على العدو الإيراني. مفهوم؟ إيران تمثل التهديد الوجودي على حد قول نتنياهو لإسرائيل، لأنها تمتلك برنامج نووي، صواريخ باليستية، تدعم قوة مثل حزب الله. لكن السؤال هنا مختلف قليلا. ركز، هل إسرائيل تريد سقوط النظام الإيراني أم تريد إضعافه فقط؟ كما قلنا سقوط نظام مثل النظام الإيراني يفتح صراعات خارجية وداخلية، لأنه كما قلنا فيها 85 مليون إنسان، ليسوا كلهم فرس، لا، فيهم الفرس، الأذريون، الكرد، البلوش، العرب. أي أن الدولة قد تتحول إلى مسرح صراع يشبه ما حدث تماما في ماذا؟ في العراق. وإيران ليست العراق. إيران خطورتها، ركز جيدا، إيران خطورتها هنا. خلوني أعمل لكم زوم. إيران خطورتها هنا كما قلنا إيران وهذه دول الخليج، السعودية، قطر، البحرين، وهكذا. هنا مضيق هرمز، هنا بترول الخليج كله يمر عبر هذا، أغلبه، لا أقول كله، يمر عبر هذا المضيق. فأي اشتعال حرب هنا في إيران ماذا يعني؟ يعني غلق هذا المضيق.
يعني ماذا؟ ارتفاع في أسعار الطاقة العالمية، وإذا ارتفعت أسعار الطاقة يرتفع كل شيء، كل شيء، لباسك وخبزك ودواؤك كل شيء يرتفع. مفهوم؟ كما قلنا يا سادة حضرات، أي صراع داخلي في إيران سيفتح حرب أهلية لا نهاية لها، مثل العراق تماما. هذا السيناريو هل يخدم إسرائيل؟ ربما نعم، ربما لا. ممكن يسقط النظام، نعم، لكن الفوضى غير مسيطر عليها يفتح تهديدات غير متوقعة. كيف؟ عندما تسقط دولة كبيرة ومؤثرة مثل إيران، هذا يحدث فراغ داخل المنطقة. هذا الفراغ سيدفع بدول كبرى للتدخل، دول كبرى، ميليشيات، جماعات مسلحة، كل شيء ستكون أرضية خصبة لكل هذه الأمور، صح؟ ممكن دول مجاورة تستغل هذا الوضع. التجربة حدثت سابقا بعد غزو العراق سنة 2003، صح؟ عندما سقطت الدولة المركزية في العراق ظهرت جماعات مسلحة، صراعات طائفية، والتنظيمات مثل د ألف ع شين، تنظيم الدولة الإسلامية، د نقطة عش، صح؟ لذلك يخشى بعض المحللين أن الفوضى غير المسيطر عليها، لأن هناك أنواع من الفوضى تكون مسيطر عليها، إيران لن يتم السيطرة عليها. ممكن تظهر تهديدات غير متوقعة، تظهر تهديدات جديدة يصعب التحكم فيها، لأن أمريكا وإسرائيل أحبوا أم كرهوا النظام الإيراني هم يحفظونه حفظا. يعني يقول لك عدو تعرفه أفضل من صديق لا تعرفه، هكذا، صح؟ يسألوني آخر، هل هناك احتمال لحرب برية ضد إيران؟ نرجع للخريطة كالعادة. لكي نفهم مسألة الحرب البرية ستكون عبر ماذا؟ عفوا، دقيقة، نعم، ننقص فقط. هاتي إيران، إن كانت ستكون هناك حرب برية ستكون عبر ماذا؟ إما عبر تركيا، أرمينيا، أذربيجان، أو العراق، أو ممكن من الكويت، لأن الكويت هنا قريبة جدا من إيران، لكن بينهما العراق. أعتقد هذه المنطقة البصرة أو الكوفة، صححوا لي، هذه المنطقة، هذا الجزء من العراق، ممكن عبر الكويت، هي أقرب مسافة. ممكن عبر العراق، ولما أقول العراق ستكون عبر الأردن ثم عبرها إسرائيل، أو سوريا العراق إيران، أو تركيا إيران، أو أرمينيا إيران، أو أذربيجان إيران، ربما تركمانستان إيران، أفغانستان مستبعدة، باكستان تبدو مستبعدة. مفهوم؟ يعني الحرب البرية ستكون بقبول دول أخرى، بموافقة دول أخرى. هل هذه الدول
ستقبل أن تكون أرضها معبرة؟ لأنه خلاص ستكون مثلا لو دخلوا عبر مثلا تركيا، ستكون الحرب بين أمريكا وإسرائيل وتركيا وإيران، صح؟ لذلك يا سادة يا حضرات، احتمال حرب برية ضد إيران، لكي نجيب عن هذا السؤال علينا أن نكون واقعيين جدا. إيران ليست دولة صغيرة، ليست مثل البحرين أو الكويت، لا، هي دولة مساحتها حوالي 1.6 مليون كيلومتر مربع، تضاريسها جبلية جدا وعرة. أعطيكم صورة فقط أخرى. هنا إيران، أنا أشير بالماوس فقط الآن، أتمنى تكون واضحة. إيران هذه سلاسل جبلية من هنا إلى هنا، الجهة المقابلة إلى دول الخليج كلها سلاسل جبلية، من هنا أيضا سلاسل جبلية، من هنا صحراء قاحلة. يعني مسألة مسألة الغزو البري صعبة جدا جدا جدا. تضاريس الجبل، الصحراء، أيضا الجيش النظامي الحرس الثوري يتجاوز عدده، الجيش النظامي والحرس الثوري عددهم أكثر من 500,000 عنصر، قوة احتياط. أي حرب برية ضد إيران ستحتاج قوات هائلة. كما قلت، الجغرافيا هي الورقة الرابحة التي تمتلكها إيران إذا وقعت حرب برية أو اجتياح بري. مفهوم؟ نقطة أخرى، الحرب البرية في حد ذاتها لم تعد الولايات المتحدة الأمريكية راغبة فيها ولا قادرة عليها. بعد ماذا؟ بعد تجربتي العراق وأفغانستان، وخصوصا أفغانستان. الحرب البرية السيناريو بعيد جدا جدا، وارد لكن بعيد. السيناريو الأكثر واقعية هو ماذا؟ هو الحرب الغير مباشرة. ضربات جوية، وهذا الذي نراه، حروب سيبرانية، ضغط اقتصادي، عملية استخباراتية، استهدافات دقيقة كما رأينا اغتيال القادة. وأقولها وأكررها، لو فكرت الولايات المتحدة الأمريكية أو إسرائيل أو حلفائهم الدخول في مواجهة برية لأراضي إيران، فسيعني هذا قبر آخر مثل أفغانستان. مفهوم؟ ستدمر إيران، ستدمر، النظام الإيراني سيسقط، نعم، ولكن أمريكا وحلفائها أيضا سيدمرون، وسيكلفهم الكثير والكثير جدا. مفهوم؟ نسأل سؤال آخر، هل تعيين مجتبى خامنئي، نرجع لسؤالنا الذي طرحناه، هل تعيين مجتبى خامنئي يعني أن النظام متماسك، أم أنه مجرد قناع ليظهروا الاستقرار؟ سؤال مهم. دقيقة. مفهوم؟ التاريخ السياسي يخبرنا أن لحظات انتقال السلطة في أي نظام، في لحظات الهدوء
لا أقول لحظات الحرب، هي أخطر اللحظات في أي نظام، خصوصا في نظام مغلق مثل النظام الإيراني، لأن الصراعات لا تظهر علانية، لا، بل تحدث داخلية، داخل الحرس الثوري، داخل الأجهزة الأمنية، داخل الأجهزة السلطة الدينية. وهنا نكون أمام 3 سيناريوهات. السيناريو الأول أن التعيين تم بتوافق كامل داخل السلطة الفعلية في النظام الإيراني. هنا سيحاول المجتبى أن يثبت سلطته بسرعة، أن يعيد ترتيب مراكز القوى داخل الحرس الثوري ومكتب المرشد. هل سيكفيه الوقت؟ السيناريو الثاني أنه ربما يكون هذا التعيين، ركز، مجرد حل مؤقت في انتظار إعادة تشكيل توازنات أخرى داخل النظام. أي أن الرجل ممكن مجتبى خامنئي يكون مرشدا لفترة انتقالية، ممكن، صح؟ السيناريو الثالث وهو الأخطر، أنه يكون هناك صراع مكتوم داخل النظام لم يظهر بعد، ممكن. سيناريوهات كثيرة، لكن دعنا أنا وأنت نتوقف قليلا عند سؤال آخر مهم. دول الخليج هل ستقف مع واشنطن وتل أبيب ضد طهران إذا تصاعد هذا الصراع، أم أنها ستحاول البقاء متفرجة خارج المواجهة قدر الإمكان؟ عندما ننظر إلى الجغرافيا كما رأينا، دول الخليج، أعيد لكم الصورة، أين أنت؟ تمام. ركز. إسرائيل تظل بعيدة، هنا إسرائيل. أين هي دول الخليج؟ هاتي إيران باللون الأزرق، الكويت، السعودية، البحرين، قطر، الإمارات، وسلطنة عمان. هم يعني جيران، يعني هادون دول الخليج تسمي بحر الخليج بالخليج العربي، والجار الآخر يقول هذا يسمى الخليج الفارسي. يعني حتى الخليج لم يتفاهموا في اسمه، سموه خليج وفقط، يعني يختلفان في كل شيء. انظروا إلى الجغرافيا. إن ضربت إسرائيل وأمريكا هنا، الردين سيكون هنا، وأقرب نقطة هي من؟ هي الكويت، وهي قطر، بحرين، يعني الإمارات كلهم قريبة، سلطنة عمان كلها قريبة. مفهوم؟ الجغرافيا واضح. جغرافيا تقول لنا أن دول الخليج هي جارة لإيران، أن السواحل كما رأينا بين إيران وبعض الدول الخليج، يعني دول الخليج يعني المسافة لا تتجاوز كيلومترات. أي صراع مباشر بين إيران والولايات المتحدة سيجعل من هذه الدول في الخط الأمامي تلقائيا، سواء أرادت أم لم ترد. يعني مرغم أخاك لا بطل. ولكن هنا يجب أن نلاحظ شيء مهم. دول الخليج ليست
في نفس الوضع الذي كانت عليه سابقا، لا. منذ عام 2019 عندما تعرضت منشآت النفط في السعودية بطائرات مسيرة إيرانية، اكتشفت المنطقة حقيقة مقلقة، أن المنشآت النفطية الأكثر تحصينا هي الأكثر تحصينا تم استهدافها بسهولة. صح؟ تلك الهجومات بالمناسبة خفضت إنتاج النفط السعودي بنحو 5 مليون برميل في اليوم، أي ما يقارب 5% من الإنتاج العالمي في ذاك الوقت. هذا الحدث غير الحسابات الأمنية في الخليج. عندما نتأمل وننظر في دول مثل السعودية، الإمارات، قطر، البحرين، نجد أنها تحاول إدارة معادلة دقيقة وصعبة. هي من جهة متحالفة عسكريا مع الولايات المتحدة الأمريكية، تحالف عسكري طويل. من جهة أخرى هناك خوف حقيقي أن تتحول أراضيها إلى ساحة رد إيراني إذا اندلعت الحرب، وأن القواعد الأمريكية كما رأينا في الأيام السابقة ليست مانعتها، ليست حاميتها. دول الخليج هذه فرصة لكي تعيدوا حساباتكم في مسألة القواعد ومسألة الجيوش، مع أني أقولها لكم صراحة، لأن هناك أناس يقولون كيف لدول الخليج، يعني أغنى دول في العالم، وأجبت عنها في الحلقة السابقة، لا تمتلك جيوش قوية. لماذا دول الخليج لا تمتلك جيوش قوية؟ لأن هذه الدول يا سادة يا حضرات هي أنظمة ملكية تعتمد على الأمن الخارجي، لأنها تعلم أن الجيوش إذا استقوت في بلادها أول قرار ستفعله هو ماذا؟ هو الانقلاب عليها، وهي تهديد على عروشها. هل فهمت؟ مستحيل أن تقوم لدول الخليج جيوش قوية أبدا. هل فهمت اللعبة؟ الولايات المتحدة تمتلك قواعد عسكرية كبيرة في المنطقة، كما قلنا قاعدة العديد الجوية في قطر، وهي من أكبر القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط التي لا تتكلم عنها قناة الجزيرة التي تقسم لنا التلفاز إلى 1000 شاشة في السودان وفي أبدا لن تتطرق وتحدثنا عن الديمقراطية، لا تحدثنا عن قاعدة العديد، عن القبائل المهمشة في قطر، وسنتكلم في حلقة ما حول هذه المسألة. مفهوم؟ كذلك كما قلنا الأسطول الخامس الأمريكي في البحرين، في السعودية مثلا قواعد عسكرية، في الإمارات، في كل الدول الخليجية. هذه القواعد تمثل جزء أساسي ومهم في البنية العسكرية الأمريكية في المنطقة. السؤال: هل هذه القواعد تحمي دول الخليج أم تجعلها أهداف؟ لأن هذه القواعد لو رأيناها عسكريا، يعني من الناحية العسكرية، توفر أنظمة دفاع جوي، أنظمة صواريخ متقدمة، مثلا منظومة باتريوت، ورادارات وأمور وإنذار مبكر، أمور معقدة. هذه الأنظمة بالفعل اعترضت بعض الهجمات الصاروخية، بعض الطائرات المسيرة. مفهوم؟
لكن في المقابل وجود هذه القواعد يعني أن إيران تعتبرها تهديدا لها. وقالها الرئيس الإيراني: أي ضربة من هذه القواعد سنرد مهما كانت هذه الأرض. وهذا شيء منطقي يعني، صح؟ أي ضربة أمريكية تنطلق من هذه القواعد إيران ستفسرها أنها مشاركة مباشرة من الدول المضيفة. إما سؤال لدول الخليج: هذه القواعد حينما استعملت وأطلقت الصواريخ باتجاه إيران أو أي دولة أو استهدفت أي دولة، إما بموافقتك أو بدون موافقتك، صح؟ إن كانت بموافقتك فهذه مصيبة، وإن كانت بدون موافقتك فالمصيبة أعظم، صح؟ هنا تظهر المعضلة الخليجية الحقيقية. دول الخليج لا تريد حربا مع إيران. دول الخليج ليس في مصلحتها حرب مع إيران، لكن أيضا في مصلحتها سقوط النظام الإيراني. أيضا هي لا تستطيع الانفصال أمنيا ولا تقدر الانفصال عن الولايات المتحدة. وفي الوقت نفسه إيران تدرك جيدا أن ضرب هذه الدول سيدفعها بالكامل إلى المعسكر الأمريكي والإسرائيلي. ممكن دول الخليج ستجد نفسها مضطرة للدخول في هذه الحرب. مفهوم؟ لذلك لو لاحظنا في السنوات الأخيرة أن إيران تستخدم استراتيجية الضغط المحدود، يعني ضربات محسوبة، رسائل عسكرية، عمليات غير مباشرة، تستعمل حلفائها الإقليميين دون الوصول إلى مواجهة شاملة. إيران آخر من يريد الحرب. السؤال الآن بعد اغتيال علي خامنئي وتعيين مجتبى خامنئي، هل ستغير وستتغير هذه القاعدة؟ هل ستختار القيادة الإيرانية الجديدة الرد عبر الهجوم والمواجهة مع دول الخليج، أم ستتجنب ذلك لأنها ممكن بهذا ستفتح جبهة جديدة، ممكن ستتحول إلى حرب إقليمية، صح؟ كل ما لدينا المؤشرات التاريخية، أقول التاريخية، لا أعلم المستقبل، تقول أن إيران دائما تفضل الرد الغير مباشر بدل الحرب المباشرة، خصوصا مع دول الخليج، لأنها تدرك أن أي هجوم على هذه الدول سيستدعي تدخل أمريكي أكبر بكثير. لكن هذا يبقى سؤال مفتوح، لأن المنطقة تعيش لحظة غير مستقرة. القرارات في مثل هذه اللحظات خطير للغاية. بعد كل كلامنا نسأل السؤال الأكثر حساسية الذي طرحناه في البداية: هل إيران اليوم أقرب إلى امتلاك سلاح نووي من أي وقت مضى؟ هل أمريكا تساعدها في هذا الأمر؟ إذا شعرت القيادة الجديدة مجتبى خامنئي أنها مهددة وجوديا،
ممكن ترى أن امتلاك سلاح ردع نووي هو الضمان الوحيد لبقائها. وهذا بالضبط ما حدث مع كوريا الشمالية. إيران اليوم أقرب تقنيا من أي وقت مضى إلى القدرة النووية، لأن برنامجها النووي تطور كثيرا خلال السنوات الماضية، خصوصا بعد تراجع القيود التي فرضها الاتفاق النووي كما قلنا 2015. تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقول أن إيران تخصب اليورانيوم بنسبة تفوق 60%. سألوني أحدكم ما هي النسبة اللازمة لامتلاك سلاح نووي؟ المستوى اللازم لامتلاك سلاح نووي هو ما يقارب 90% فما فوق، لكن الفارق لم يعد بعيد، صح؟ لذلك يتحدث بعض الخبراء عن شيء يسمى زمن الاختراق النووي. يقول أحدكم ما هو زمن الاختراق النووي؟ هي المدة التي تحتاجها الدولة لإنتاج مادة انشطارية كافية لقنبلة نووية واحدة. في حالة إيران تقديرات عدة، أبحاث كثيرة تشير إلى أن هذه المدة قد تكون أسابيع أو بضعة أشهر إذا اتخذ القرار السياسي. العامل السياسي، يسألوني ما هو القرار السياسي؟ إذا شعرت القيادة الجديدة في طهران أن بقاء النظام مهدد ووجودها مهدد، ضغوط عسكرية، اغتيالات، محاولة تغيير النظام، فقد ترى أن امتلاك سلاح نووي هو الضمان الوحيد لعدم التعرض لهجوم. يعني إيران تقنيا قريبة جدا من القدرة على صنع قنبلة نووية، لكنها حتى الآن لم تتحول لإنتاجها، لم تقرر، لأن القرار السياسي لم يتخذ بعد. هي تملك القدرة، لكن القيادة هي من تحدد متى وكيف ولماذا تستخدم. قل لي أحدكم هل إيران امتلكت سلاح نووي أم لم تمتلك؟ فهمنا يعني لحد الآن لا. لم تمتلك قنبلة نووية حتى الآن. لديها برنامج نووي، لديها مفاعلات، أجهزة تخصيب يورانيوم، خبرة علمية، هي قريبة جدا من القدرة النووية، من القدرة على صنع قنبلة، لكنها لم تصنعها. هي تحتاج الإرادة السياسية. قل لي أحدكم ما هي الإرادة السياسية؟ لم أفهم. حتى لو كانت إيران تستطيع صنع قنبلة، يعني لو خلاص خصبت اليورانيوم، فإنها لن تفعل ذلك إلا إذا قرر القادة رسميا أن يتحول هذا البرنامج النووي من البحث المدني أو الصناعي إلى برنامج عسكري. هذه هي الإرادة السياسية، القرار الرسمي بتحويل هذه القدرة إلى سلاح. يقول لي أحدكم لماذا لم تتحرك إيران حتى الآن، صح، وتصنع القنبلة؟ يا عزيزي لأن هناك عقوبات وضغوط شديدة ستحدث عليها من المجتمع الدولي. ستكون هناك عقوبات اقتصادية خصوصا على النفط الإيراني.
سيتم منع بنوكها من التعامل دوليا، سيتم معاقبتها ماليا، معاقبة أو حجز الشركات الإيرانية الدولية. الوكالة الدولية للطاقة ستتدخل. كل هذه الخطوات تجعل أي خطوة لإنتاج سلاح نووي خطيرة جدا على النظام اقتصادية وسياسية. باختصار جدا، إيران قريبة تقنيا وقادرة على صنع قنبلة، لكنها لم تفعل لأن قادتها لم يقرروا ذلك رسميا. أن العقوبات والرقابة الدولية تجعل هذا القرار محفوفا بالخطر. وأعطيك مثال ما حدث تماما في كوريا الشمالية. بعد سنوات من الضغوط والعقوبات قررت كوريا الشمالية تطوير سلاح نووي، ونجحت في أول تجربة سنة 2006 فقط. منذ ذلك الوقت ورغم العقوبات لم تحاول أي قوة كبرى إسقاط النظام. صح، لم يقرر ترامب أن يقصف كيم جونغ، مش عارف اسمه هذاك، صح؟ خلوني أتذكر اسمه دقيقة. لا إشكال. تشعر أنه إنسان طيب جدا، رئيس، مع أنه قتل على كل حال. ها هو اسمه كيم جونغ أون لمن لا يعرفها. يبتسم. دقيقة فقط. هذا هو كيم جونغ أون. كيوت، so cute. مفهوم. حتى لو إيران قررت صنع قنبلة نووية سيكون لها ثمن كبير جدا، ستصير مثل كوريا الشمالية حرفيا. أي أن إيران ربما ستكون أقبح من كوريا الشمالية، ستعزل حرفيا، ستهدد دوليا. فهمت المسألة؟ سيتم خنقها اقتصاديا حرفيا، لن تأكل ولن تشرب. ولكي أكون ودائما أعيد وأكرر، هناك من يظن أن إيران لو امتلكت قنبلة نووية ستجابه أمريكا وستقضي على أمريكا، وهذه سطحية كبيرة جدا في التحليل. الاتحاد السوفيتي كان يمتلك 40,000 رأس نووي، 40,000 رأس نووي، لكنه انهار. صح؟ يعني القنابل النووية لم تمنع الانهيار حينما ينهار الاقتصاد. باختصار كوريا الشمالية صنعت قنبلة رغم العقوبات، لكنها تعيش عزلة كبيرة جدا، معزولة خلاص. إيران إذا صنعت قنبلة ستكون مثل كوريا الشمالية. فهمت؟ كوريا الشمالية فقط تنفعها مسألة الحدود مع الصين، ممكن هناك ستتنفس من هذا المعبر. إيران محاطة، مشاكل مع أذربيجان، مع في العراق، مع باكستان، مع أفغانستان. فهمت؟ القرار هو سياسي بالكامل. المسألة التقنية خلاص هي قريبة، لكن القرار السياسي يبقى صعب.
القيادة الإيرانية تفهم جيدا هذا الأمر، هي توازن بين بقاء النظام، الردع السياسي، الردع العسكري، والعقوبات الدولية إذا تحركت نحو امتلاك قنبلة نووية. لهذا يخشى، ركز، هذا هو سؤال الحلقة أو نتيجة الحلقة الذي بدأناه مع بعض في البداية. بعض المحللين يقولون أن هذه الضغوط والتهديدات الوجودية على النظام الإيراني ستؤدي إلى نتيجة عكسية، يعني بدل إيقاف البرنامج النووي ستدفع القيادة إلى اتخاذ قرار سياسي إلى تسريع الطريق نحو السلاح النووي باعتباره وسيلة للبقاء. إذن أنا لا أبالغ يا سادة يا حضرات، نحن أمام لحظة تاريخية مفصلية في تاريخ هذه الدولة. اغتيال قائد استمر في الحكم أكثر من 36 عام، انتقال السلطة سريع داخل عائلة واحدة، صراع متسارع بين إيران وإسرائيل وأمريكا، أكبر ضغط أمريكي منذ الثورة الإيرانية. كل هذه العناصر تتقاطع الآن في لحظة واحدة. إذا أردت أن أخاطبك بنظرية المؤامرة، ألا تعتبر، ركز، ألا تعتبر إدارة دونالد ترامب والضغط الأمريكي واغتيال القادة، ألا تعتبر إدارة دونالد ترامب أعطت إيران الإرادة السياسية، الحجة أمام العالم كي تصنع قنبلة نووية؟ فهمت اللعبة؟ هل هذا مخطط له؟ الحكم لك. هل فكرت في هذه المسألة بهذه الطريقة؟ إيران الآن صارت تمتلك ذريعة، صح؟ لأن أبرز قيادتها اغتيلوا، تم قصف أراضيها، يعني مسألة وجودية الآن. ألا تعتبر هذه أكبر هدية قدمها دونالد ترامب للنظام الإيراني من أجل صنع قنبلة نووية؟ هناك لعبة خطيرة تحاك، أنا لا أفهم. لو تكلمنا بنظرية المؤامرة وقرأنا مع بعضنا البعض سيرورة الأحداث وإدارة دونالد ترامب وسرعة هذه الأحداث، العناصر كلها تقاطعت الآن في لحظة واحدة. هم يمنحون، لو مشينا بنظرية المؤامرة، وأقول لك هم يمنحون إيران الضوء الأخضر لامتلاك قنبلة نووية. يا سلام، يا سلام على التجليات. في النهاية الأسئلة كبيرة كثيرة. كيف ستحكم إيران؟ هل سيرضخ النظام الإيراني؟ هل سيجابه؟ هل سيتغير ميزان القوة في الشرق الأوسط خلال هذه السنوات أو هذه الأشهر أو هذه الأسابيع؟ هل سيصبح النظام الإيراني أكثر تشددا؟ هل ستزداد العمليات العسكرية بين إيران وإسرائيل؟ هل يمكن أن نشهد أول دولة في القرن 21 تمتلك قنبلة نووية؟ أم أن كل الأطراف ستتراجع خطوة إلى الوراء لتجنب انفجار إقليمي شامل؟ هذه أسئلة
ولا أحد يملك إجابات نهائية عليها، لا أنا ولا غيري. وخصوصا عندنا يقول لك أنا متأكد، وأقولها لك وأنا جزم، يعطيك تأكيد وكأنه هو الرئيس الفعلي. أنا متأكد أن إيران لن تقصف. من أين أتيت بهذا التأكيد؟ يعني نسمع للمحللين الغربيين الخبراء يقول لك أنا أعتقد، نحن لا، أنا متأكد. لكن المؤكد، لست أنا متأكد، المؤكد أن ما يحدث ليس حدثا عابرا، بل هي نقطة تحول في تاريخ الجمهورية الإسلامية الإيرانية، في تاريخ هذه الدولة، ربما في الشرق الأوسط، ولا أبالغ إن قلت لكم ربما في كل العالم.